وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن ينبغي علينا وعلى أبناء بلدتنا الاهتمام بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. لقد مرت علينا سنين نجد الجدات والأجداد في توصية حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فما من حافظ للقرآن إلا ويتذكر تلك الجدات التي كانت تعيننا على الدوات وعلى الأقلام وعلى الألواح. كل هذه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. يقول: 4 يعطون أجر الأربعة من غير نقصان لأجر الأربعة: مؤذن وحكي الأذان، مستمع لقارئ القرآن، ومفطر الصائم قل يليه، والدال بالخير كفاعله. كلها ما هي إلا عبارة عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتشرف بهذه التركة التي تجمع في خير البقاع، تجمع الفقير والغني في مسجد في بيت من بيوت الله. وبماذا ترفع؟ ترفع بذكر الله سبحانه وتعالى بتلاوة كتابه. وها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطى لكل على حسب حالته. فمثل المؤمن جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شبهه بفاكهة. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. هذا الذين قال الله عن فيهم: لا يذكر الله إلا قليل، لهم حظ من هذا الكتاب. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن. إذن هذا يما ينبغي التمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو شفيع وهو حجة لنا يوم القيامة، وهو رفيق على الصراط، وهو مؤنس في القبر، وخير جليس في الدنيا كتاب الله سبحانه وتعالى. فما سلك الصالحون وما ربحت تجارتهم إلا بهذا الكتاب. وما صلحت الأمة في أولها ولا يصلح حال هذا الأمة في هذا الزمان إلا بما صلح به أوله. كيف كانت الفتوحات؟ كانت بهذا الكتاب. ولذلك لما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، أول من جهر به في نهاره أمام الأعداء هو عبد الله بن مسعود. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يقرأ هذا القرآن في وسط قريش؟ كل الصحابة تخوفوا من ذلك، إلا أن عبد الله بن مسعود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا. فذهب إليهم ضحوة وقرأ عليهم القرآن حتى ضربوه وشجوا وجهه. قالوا له الصحابة رضوان الله عليهم: هذا ما كنا نخشى عليه. قال: والله لو أراد أن يعود إليه مرة ثانية. وهذا أفضل كتاب إذا ثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد أشبه بنبوة بين كتفيه أيها القارئ القرآن والحافظ لكتاب الله. فلا معنى. وإن شاء الله سبحانه وتعالى أنا أتمنى كما يقول حبر الأمة ابن عباس: 3 معناها تحب الخير لغيرك. صلى الله سبحانه وتعالى على أبناء وطننا عامة وأبناء بلدتنا خاصة أن يعينهم، وكل من سلك في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى أن يعينهم إن شاء الله على حفظ هذا الكتاب والعمل به. وإن يجلسوا إن شاء الله والديهم فهو خير تركة يتركها بعد موته ابن حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله أن يجعل عليهم يوم القيامة
تاجا على رؤوسهم. من أفضل الأوسمة أن تكرم من كان سببا لوجودك في الدنيا. أما لحفظ لكتاب الله سبحانه وتعالى فلا تنسى من كان سببا لوجودك في الآخرة وهو شيخك. ونترحم على من مات كالشيخ مولاي أحمد، وبارك الله في شيخنا الشيخ مولاي عبد الله، والشيخ عباد أحمد كذلك نسأل الله، والشيخ المقدم إن شاء الله الشيخ عباد أحمد إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء والمدد في عمره ويبارك له في أهله إن شاء الله. فلا ننسى فمن علمك شيخ فلا تستذكر على شيخ، فمن علمك شيخ فمن علمك حرف فهو شيخك إلى يوم القيامة. وكل الناصحين من أبناء بلدتنا ما واصل إلا بهذه النصائح من المربي والوالدين إلى غير ذلك. ولذلك فيقول صاحب الأدبية: فرحم الله الذي أبكاني لكن إلى الخيرات قد هداني، وخاب من أضحكني بالباطل وقادني لطرق الرذائل. وفي هذا القدر كفاية، واستسلحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبارك الله فيكم جميعا وللحاضرين والغائبين وأمة سيد المرسلين. سبحان ربك رب العزة